السلام عليكم خويا. وعليكم السلام حبيبي، بمن أخدمك؟ حبيبي أنا عندي معاملة من أستاذ عماد واليوم موعدها. يا حبيبي أستاذ عماد اليوم ما جاء للدوام، احتذر من الدكانة، تعال باكر دوامه. خويا أنا من الأنبار وأروح وجاي علي صعبة، ما ترى تمشي لي المعاملة اليوم؟ والله يا حبيبي ما بيدي شيء، أنت بعد تعرف شغلتك يا أستاذ عماد، وأستاذ عماد ما موجود، يعني لازم تجينا باكر لو عقبه، بس هو احتمال باكر موجود. هاي يا خويا رحم الله والديك، ممنون من عندك. وقف خويا وقف. ها خويا أمرني. خويا أنت منين؟ خويا أنا خايك من الأنبار وعندي معاملة هنا ببغداد، وجيت أخلص، والموظف الجاي علي ما هو، بس راح أرجع للأنبار وعود باكر لو عقبه أجي على مود المعاملة لأن ما عندي أحد هنا. أول شي خويا أنت على راسي، ثاني شي لا تقول أنت غريب هنا، كل احنا اخوتك وكل بيوتنا لكم مفتوحة، تروح وياي اليوم وتكمل معاملتك وعلى راحتك، وانا وياك نجي نكمل المعاملة واتشرف بك واكون خادم إلك اليوم. سالم راسك يا أخويا، والنعم من عند أخويا، بس أنا ما أريد أزعجكم ولا أريد أكلفكم. لا بعد أخوك ماكو كل تكليف أخوي، وعلى راسي خليك تروح ويانا وتشرفنا اليوم. هسه شنو بس أكمل معاملتي أوقعها ونتوكل بالله ونروح البيت. يا أهلا وسهلا. الله ما يقطع، القطع عد بنادم، دزال هذا الرجال الخير الشريف كان شو وديني الأنبار ويرجعني. ألو السلام عليكم، شلونكم علاوي؟ قلت معلاوي اليوم جاينا ضيف كلش عزيز علينا، أريدك تحضرين لنا سفرة من هاي المضبوطة، تمام؟ أدري بيك ما تقصرين، يلا احنا شوي وجايين. يلا أخوي هسه نتوكل البيت، سيارته مخليها بالجراج. يا أهلا وسهلا. والله يا أخويا مستحي منك وأخاف زحمتك. بعد أخوك احنا كل احنا واحد، أهل الأنبار وبغداد وبصرة والناصرية وموصل، كل العراق واحد، بيتك هذا بعد لا تقول هيك، لا تقول هيك أخرب وياك. إن شاء الله أخويا، إن شاء الله ماكو فرق، وإن شاء الله أضيفك بالأفراح. والله يا أخويا خجلتني بكرمك وأنا زحمتك وجزاك الله خير. بعد أخوك ماكو كل زحمة، اذكر الله وتفضل عالزاد، وإن شاء الله زادنا واحد، بعد احنا ما بيناتنا زحمة.